كويسه؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، انا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. ايه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمه دي؟ طب تعالي اركبي معانا، ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي اركبي اركبي ما تخافيش. خشي يا حبيبتي خشي، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع. لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني، ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك، الورق ايه؟ خش الورق بتاعك، الورق كان في الشنطة اللي اتسرقت. يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان، احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. 4 ساعات بتكتب لكم؟ يا ابني ده حالتها تصعب على الكافر. اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. هو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود؟ ده حظنا احنا الاسود. طب ودي جايبينها معاكم ليه؟ اتلم. والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكم ليه؟ طارق، وانا قلت حاجه؟ يا ابني الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه قولي لي، عايزه ايه؟ عايزه تقولي حاجه؟ عايزه تكتبي؟ طب استني ثانيه واحده. اوعى عديني. اتفضلي. خدي يا حبيبتي اكتبي. انا مش خارصه. ايه ده؟ دي طلعت مش خارصه. اهدي عليها شويه. انا كنت بتكلم، انا جايه ادور على عمي، هو ساكن هنا في المنيا وده الوحيد اللي فاضل من عيلتي. ايوه، وعمك ده ساكن فين؟ مش فاكره كان ساكن فين، هو بيته كان قديم وشارع واسع. لا سهله والله، اطمنت عليكم. المهم طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي. بس خلاص ما تقلقيش، ان شاء الله هجيب لك عمك. طيب هسيبكم انا بقى بما انكم جبتوا حاجه تسلوا بيها. ما تستنى يا ابني تتعشى معانا. عايزه مني يا ام طارق؟ وبعدين ما رحتش الشركه النهارده، طول النهار في المطعم. وبعدين انت عندك لبنى اهي، طبطبي عليها بقى ودلعيها، اقعدي تفكري بقى هتلاقوا عمها ده فين. جاي معايا يا ابو طارق؟ لا روح انت، انا عندي مشوار كده وهحصلك. سلام. انا معلش حبيبتي ما تزعليش منه، هو طارق كده طول عمره مدب، بس والله طيب قوي. معلش ما تزعليش. ما بدل الرغي ده خديها تغسل وشها وتفوق كده لغايه ما نحضر العشاء. يلا تعالي معايا. اتفضلي. حاسس كده ان ربنا حطها في سكتنا عشان ما تتبهدلش البنت في الشوارع. ربنا يكرمك ويجازيك على طيبة قلبك. في ايه بس؟ انت عايزه تخرجي؟ عايزه تجيبي حاجه يعني من بره ولا عايزه تروحي لعمك؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. طب اكتبي. تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنبي، تعالي اقعدي. في ايه؟ قولي لي. انا مش فاهمه. طب بصي، خدي اكتبي لي. انا ضايقتكم كفايه بقى، لازم امشي. ضايقتينا ايه بس؟ ما البيت واسع هو الحمد لله. وبعدين انت لو مشيتي هتروحي فين؟ امسكي.
هدور على شغل اكسب منه فلوس اعيش بيه لحد ما الاقي عمي. هو انت مش عايزه تقعدي معانا؟ انتوا ناس طيبين قوي، اكرمتوني، كفايه عليكم كده. بصي بقى، هي كلمه واحده، انت هتفضلي قاعده هنا معانا ومش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. امسكي، مفيش الكلام ده، امسكي خليهم معاكي، خدي اسمعي الكلام، اسمعي الكلام، خليهم معاكي. لا، خليهم كلهم معاكي، كلهم معاكي حبيبتي. طب بقول لك ايه يا ماما بقى، انا هاخد لبنى ونروح كده نشتري شويه حاجات، وممكن نعدي على بابا في المطعم، ايه رايك؟ فكره حلوه، انا شايفه كده برضو. انت خرجي معاها اتفسحي وغيري جو. خلاص يا حبيبتي؟ انا هطلع اغير وانزل اخدها على طول. ماشي حبيبتي. تعالي يا لبنى تعالي. بس ها يا ستي، ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا؟ ده يعتبر اكبر مطعم في المنيا كلها. ايه رايك، عجبك؟ هاي طارق، بابا فين؟ بابا لسه ماشي. مشي؟ اهلا اهلا. تعالي اقعدي. ازيك يا نبيل؟ مساء الفل يا ست الكل. لحظة واحدة وهتلاقي الترابيزة زي الفل. هات لي والنبي النسكافيه اللي بتجيبه لي كل مره. عينيا. تشربي ايه يا لبنى، شاي ولا نسكافيه زي؟ يا عم هات لها ليمون وهات لي قهوه. عينيا يا باشا. قولي لي بقى عمك ده اسمه ايه؟ هاتي انت تفضلي ماسكه الحاجات دي. هاتي. نبيل هات لي ورقه وقلم. عينيا يا باشا. اكتبي لي اسم عمك هنا. مساء الخير يا معالي الباشا. كل سنة ومعاليك طيب. والله يا سيادة اللواء أنا مكسوف منك، كل مرة أكلمك أبقى عايز منك خدمة. ده عشمنا يا باشا. واحد اسمه عبد الرحمن أحمد محمد المنياوي، مواليد المنيا. كنت عايز عنوانه بعد إذنك. لا يا باشا مفيش مشكلة ولا حاجة، شايلينك للتقيل. دي واحدة قريبته بتدور عليه. شكرا يا باشا، تعبك معايا. اتفضل 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 اتفضل. ها ايه الاخبار؟ بكره ست العنوان هيبقى عندك. نبيل هات لي القهوه بتاعتي جوه. تؤمر يا باشا. حاضر. جوه؟ انت مش هتوصلنا؟ اوصلك انت لسه جايه. اركبي تاكسي. تاكسي؟ ما تروحوش في حته، انا جاي لكم. ها خش اعمل مكالمه تليفون وارجع. هو طارق كده على طول بيبقى في الشغل متعصب ومش طايق نفسه. بس قولي لي، ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا؟ حلو صح؟ هتتبسطي بالحاجات اللي عملناها شوبينج، جميله. يا دكتور ايه الاخبار؟ طمنا. أنا شايف إن مفيش أي مشكلة خالص. عضويا هي سليمة. سليمه ازاي يا دكتور؟ يعني معنى كده ان هي اللي مش عايزه تتكلم؟ واضح كده، واضح ان عندها مشكله نفسيه. الكلام اللي انتوا بتقولوه بيأكد كلامي. انصحكم تعرضوها على دكتور امراض نفسيه وعصبيه. ايه ده؟ يعني معنى كده ان هي مش عاقله؟ ايه يا مها؟ ايه يا مها الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انا يا ماما اللي بقول، الدكتور هو اللي بيقول. انا بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي. يلا ميرسي يا دكتور. يلا يلا. حبيبتي تعالي. دي رساله من اللواء شعبان يا حاج. في 1 2 3 4 في 9 اسماء شبه اسم عمها بتواريخ ميلادهم بعناوينهم. سهل، 3 4 ساعات نكون لفينا على كل العناوين دي، واكيد هي لما تشوف عمها هتتعرف عليه. صح؟ اهو. وانا هاجي معاكي. وانت تروح مع مطار. اروح معاهم فين يا حاج؟ انا فاضي للكلام ده. ابعت معاهم سواق. سواق؟ لا ما ينفعش. يا ابني في ايه؟
انت محسسني ان انا قاعد مع محافظ المنيا. يا حاج يعني انت عايزني اسيب شغلي واقعد الف مع واحده تايهه على عمها اللي عمرها ما شافته؟ هي كلمه واحده، هتروح معاهم يعني هتروح معاهم. حاضر يا بابا. والله انت ما ينفعك غير ابوك. يعني هتيجي معانا بعد الغدا؟ بالليل لما ارجع. بالليل؟ هو انت هتعدي على الناس بالليل تسالهم انت عمها ولا مش عمها؟ ايوه يا ماما، هخبط على الناس بالليل عشان انا مش فاضي غير بالليل. خلاص يا ستي، ما انا تحت امرك انت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه. مالكش دعوه بيا. ليه كده بس يا ام طارق؟ ده انت حبيبي. ماما مش هترضى عنك غير لما تعمل لها اللي هي عايزاه. وطبعا انت عارف انا عايزه ايه. مش ههدى الا لما تتجوز وتبقى في بيتك. طب اعمل ايه اذا كان ال 100 مليون عروسه اللي انت جبتيهم ما عجبونيش؟ وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما كده كده هتجوز، وفي الاخر يا ستي اللي هجيبها لك هتعجبك وهتبقى على ذوقك. خلاص يا سيدي، اختار العروسه اللي تعجبك، احنا ملناش اي شرط غير انها تبقى بنت ناس ومن عيله، والعائلات اللي في المنيا معروفين يتعدوا على صابع الايد الواحده. ميل انت على اي عيله واحنا نكلمها لك. حاضر يا حاج، حاضر. يلا مدوا ايديكم كلهم. اتفضل. ده انت خيرك مغرقنا يا حاج. لا لا، تحت امرك. لا، سلم على الجماعه والاولاد. ماشي يا الله حبيبي، يسامحك ماشي. يا حاج على اللي انت عملته فيا. مع الف سلامه. قعدت تقول لي الموضوع مش هاخد منك وقت مش هاخد منك وقت، اديني اتبهدلت. طب كويس، ما تتبادل تتعلم. ايه اللي حصل؟ هي جايه لك تقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ التسعة طلعوا ما يعرفوهاش. يعني ايه ما عرفتوش توصلوا له؟ بصراحه يا حاج ما تزعلش مني، انت وامي غلطتوا غلطه كبيره قوي لما جبتوها تقعد معانا. يا ابني افهم، كانش ينفع نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها. ماشي يا حاج، بس ادينا ما لقيناش عمها. تقدر تقول لي بقى هنتصرف ازاي؟ في ايه يا طارق؟ ما هي البنت قاعده معانا هنا لحد ان شاء الله ما نلاقي اهلها. قاعده معانا فين؟ افرضي وراها مصيبه. يا ابني الله، استني بس، اقعدي اقعدي، انت مش ماشيه، تعالي بس اقعدي. يا اخي خلي عندك دم، في ايه تحرج البنت كده؟ وانا هقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك، مالكش دعوه بيها وهي مش هتسيب البيت. البنت دي في مسؤوليتي انا، اعتبرني متبنيها. لا لا يا حاج، انا مش موافق على اللي انت بتقوله ده على فكره. انا مش باخد رايك، انا بقول لك قرار. عاجبك كده؟ استريحت؟ كسرت بخاطر بنت غلبانه؟ خلاص استريحت. انت واد ما عندكش احساس. مالك؟ مين اللي زعلك؟ داهيه في اللي ربوه. ايه ده؟ حد يفهمني في ايه؟ مين اللي مزعلها؟ اساليهم. اسالهم؟ ممكن حد يفهمني ايه اللي حصل؟ مالها ماشيه زعلانه كده ليه؟ خلاص خلاص اقعدي. افتح يا لبنى، انا طارق. أنا آسف. على فكرة أنا مش ضدك يا لبنى، والله العظيم أنا مش ضدك، بس أي حد مكاني لازم يعرف أنت جاية منين ووراكي إيه. لا مش هتمشي، خليكي، وأنا هدور لك على عمك ده تاني بجد. يا ست بعد مصلحة هخلصها واجيلك. سلام. ايه يا كبير؟ الواد قاعد بقاله نص ساعة جوه. ايه؟ هو بيخترع ذرة ولا ايه؟ انزل بص عليه يا كابيلو. الواد ده انا مش مرتاح له من ساعة ما شفته.
يا كبير، الواد دورت عليه جوه ما لقيتلوش اي اثر، ولقيت العماره ليها باب تاني. يعني الواد ده خلع مني؟ اركب. طارق، انت اتكلمتي؟ طارق. طب قولي اسمك. انت اسمك ايه؟ قولي قولي. لبنى. يا حاج شاهين، اصحي يا مها. قومي قومي يا مها، لبنى اتكلمت. أنا حلمت إنه كان في ناس كتير حواليا عايزين يخنقوني وماسكين سكاكين، وبعدين طارق ظهر وأنقذني منهم، وكان في واحد بيجري ورا طارق وهو مش واخد باله، عايز يضربه في ظهره، وبعدين أنا قمت من النوم مفزوعة. طب قوليلي، كان في دم في الحلم؟ مش فاكرة. دم انت راخرة؟ ايوه يا ابني، اصل انا اعرف لما يبقى في دم في الحلم بيفسده، ما بيبقالوش معنى. الف حمد لله على سلامتك يا بنتي، والله انا فرحانه ان ربنا استجاب لدعائي. شوفي انت بقالك اهو شهر ويمكن اكتر عندنا في البيت، بس ما فيش صلاه صليتها الا لما بدعي لك ان ربنا يشفيكي. انا هقوم بقى اصلي ركعتين شكر لله وادعي ان ربنا يتمم شفاكي. يا ستي ما جوزك من ساعه ما قام مفزوع جري على الجامع عمال يصلي لها. استني بس، بصي بقى واحده واحده كده، احكي لنا انت كنت في ليبيا بتعملي ايه، اهلك مين، دراستك ايه، مش عايزك تبطلي كلام لحد ما كلنا ننام منك. أنا أبويا الله يرحمه كان مدرس إنجليزي في ليبيا، كان اسمه عبد الرازق، كان راجل طيب الله يرحمه. بكره الصبح ان شاء الله في 2 موظفين هيمضوا لك على الورق. بعد كده بقى مش هيبقى فاضل غير انه يتختم ختم النسر. ايه ده؟ يعني هيطلعوا لها شهاده ميلاد وبطاقه عادي؟ اصلها ساقطه قيد. هنخلص عشاء وننزل على طول. لا على طول ايه؟ انتوا هتستنوني ساعتين اخد الشاور بتاعي وانشف شعري. ساعتين؟ ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعني نازلين كده نشتري شويه حاجات، لكن العجيبه بقى ان الاستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معانا. طب اولا بقى انا مش نازل معاكي، انا نازل اشتري فستان للبنى عشان تحضر معانا فرح بنت اللي هو خليل. فرح. ايه ده؟ انت شرقت؟ بنات كتير بتجيب في سيرتك. كان عارف يختار منهم واحده يتجوزها، بلا خيبه. سامعه؟ قولي لها. أختك وبتهزر معاك. اختي قولي لها حاجه. انا قلت أحسن. لا خلاص كلت، حصلني عشان عايزك.
خير يا حاج؟ لاحظ حاجة غريبة يا طارق بينك وبين لبنى. مش فاهم. اسمع يا طارق، صحيح لبنى بنت طيبة ولطيفة، بس احنا ما نعرفش عنها أي حاجة، فما ينفعش إنك استنى تفكر. بس يا حاج، ما ده الكلام اللي أنا قلته في الأول. الموضوع اختلف. صحيح هي بنت غلبانة ومسكينة واحنا بنعطف عليها، بس برضه ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها. انت نسيت انت مين؟ نسيت ابوك يبقى مين؟ على العموم يا حاج لسه بدري قوي على الكلام اللي انت بتقوله ده. بدري؟ يعني ممكن تفكر في الموضوع ده. انا ما انكرش اني معجب بيها يعني. لا لا يا طارق، من دلوقتي بقول لك لا. بالصلاة على النبي يا أستاذنا، الإيجار المفروش ده ليه شروط، وخصوصا لما تبقى اللي هتأجر وهتسكن واحدة ست. ايوه، ما انا مش هبقى قاعد معاها برضه قوي يا عمنا. راشد ده يبقى ابن عم جوزي، يعني زي اخويا بالظبط. هيجي يشق عليا ويمشي على طول يعني. ما يضرش، بس صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مهنة السمسرة دي أهم حاجة فيها السمعة، وأنا راجل سمعتي زي البرلنت، والناس ملهاش غير في بورق. اللي هو بيبقى عامل ازاي ده؟ راجل وست ساكنين في شقة مفروش مع بعض، يبقوا حاجة من الاتنين، يا اخوات يا متجوزين. متجوزين رسمي زي الفل، متجوزين عرفي ما يضرش، من غير ورق ما عنديش شقة مفروشة. طب والله يلا نبيل، لموا الحاجات دي وطفوا الانوار واتكلوا على الله. ماشي يا باشا. ايه؟ معاكي حق. وانا نسيت اقول لك، بس انا هتجوزك. ايه؟ بقول لك هتجوزك، انت سمعتيني. انا اول مره اطلب من حد الطلب ده. مش هتجوزك وبس، انا هتجوزك واجيب منك عيال كمان، ولو فضلتي متنحلي كده هخلف منك دلوقتي. انت اتجننت صح؟ اتجننت. صعيدي بقى. مفيش حاجة يعني دلت انك صعيدي. وقت الغباوة هتشوفي. وكمان هتتغابى. انا خايفة لا اعمل لكم مشكلة كبيرة في البيت. انا برضو مش هرد الجميل بالطريقة دي. ايه الهري اللي انت بتهريه ده؟ جميل ايه وبيت ايه؟ انا بقول لك انا هتجوزك، تقولي لي بيت ومشكله؟ يلا يا ماما، يلا يلا. وابوك مش هيوافق. مش من حقه. بقول لك قررت اتجوزك. ما انا كمان ما وافقتش لسه. مش مهم توافق، انا موافق. يلا. الو. الو، ازيك يا لبنى؟ انا الحمد لله كويسه، وانت؟ انا الحمد لله كويس. هو بابا عندك؟ لا، مش هين لسه ما جاش. هو في حاجه؟ مفيش يا ستي. حلف عليا ما ادخلش البيت طول ما انت فيه. كل ده عشان قلت له بس هنتجوز. وانا ما كنتش عايزه يحصل الكلام ده. لبنى، افتحي يا لبنى. لبنى، تلم حاجتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شهيد. بس مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزاك تسمعني. لو مش هسمع. انا هدفع لك فلوس، وفلوس كتير قوي، مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. عموما اللي حضرتك تأمر بيه. انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا. بقى عندنا اكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الورق. عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد، ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى، انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها،
هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هأجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوة كتير كلكم. أنا مش عايزة حاجة تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاها، زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير، اللي قلته تنفذوا من سكات. استني يا لبنى. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم للبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اصلا طارق، بس مش هسيبه يضيع مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج، بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاتنين، يا تبارك جواز انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق، أنا مش هعمل كده، أنا همشي. استني، رايحه فين؟ تلم حاجتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شاهين. مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه، بس أنا عايزاك تسمعني. لو مش هسمع. أنا هدفع لك فلوس، وفلوس كتير قوي مقابل إنك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس أنا مش عايزة من حضرتك فلوس. عموما اللي حضرتك تأمر بيه، أنا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا. بقى عندنا أكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا لها ورق. عايزة مننا إيه تاني؟ أنا والله ما كنت أقصد، ولا كنت أعرف إني هحبه. أنا آسفة. لا يا لبنى، انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هأجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوة كتير كلكم. أنا مش عايزة حاجة تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاها، زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير، اللي قلته تنفذوا من سكات. استني يا لبنى. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم للبنى وظلم لطارق كمان. أنا ممكن أظلم طارق، بس مش هسيبه يضيع مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج، بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاتنين، يا تبارك جواز انا ولبنى
ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق، انا مش هعمل كده، انا همشي. استني، رايحه فين؟
حبيبي. ايه ايه شايفه جوزك يا ام طارق؟ هو صحي؟ صحي بس باين عليه دافي شويه. خد 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 خلاص خلاص خد. يا روحي انا انت سخن يا حبيبي. ده حتى وشه في حراره. ايه عملت له كراويه ولا ايه؟ عملت له كراويه. تعالى يا روح مامي تعالى. تعالى يا ماما من جوه. يلا خدي. يلا حياتي. ما يبقاش قلبك خفيف يا جدو. لازم ناخده عند الدكتور يا طارق. حاضر يا حبيبتي، بكره اول حاجه نعملها ناخده عند الدكتور. لا بكره ايه؟ حبيبتي انا مش فاضي النهارده خالص. خلاص اروح بتاكس. خلاص خليك انت، انا هفضي له وقت واخده واديله الدكتور حبيبي. دلعه. ايوه دلعه. ما كنتش بتدلعني انا كده يعني. انت ما كانش ينفع تتدلع، انت كنت كشر وانت صغير. ايه هتقولي انا اللي هروح معاه عشان انا عايزه اجيب له حاجات كتير في عيد ميلاده. انا روحي معاه ايه؟ هو كحه في ايد اليتيم عجبه؟ لا انا اللي هروح معاه بس مش هناخد تاكس. خلاص يا ستي، انا هروح الشغل بالعربيه وابعت لكم العربيه مع اي سواق يوديكم. حلو قوي، يبقى انا بقى هقعد اعلق زينه عيد الميلاد. أيوة. كل سنه وانت طيب يا صغنن. تعالى بقى، تعالى ما انت هتروحي معاه سيبيني انا اشبع منه. يعني يا رودي ايه؟ شفت؟ وادي يستاهل الدلع مش انت. على فكره ما حدش كان راضي بيه لغايه ما انت ظهرتي. لا حرام عليك يا بابا شاهين. والله النفس الحلوه ليها الجنه. ايه تبقى خد يا ستي. ها ايوه شاهين. بص احنا الزينه راسين اهو قاعدين اللي عاملاها مستنيين. عمته. وصل البالونات الحلوه. هو انت بعت مين؟ كل ده عشان شاهين. سواق جديد؟ طيب احنا طالعين اهو. يلا سلام. ايه يا حبيبي هو لسه سخن؟ مش زي الصبح بس برضه ناخده عند الدكتور عشان بالليل ما يسخنش. طب يلا السواق واقف بره. يلا بينا. ايه ده انا نسيت شنطتي، هطلع اجيبها واجي. انت عايزه شنطتك بس في ايه دلوقتي؟ ما هو طارق عارف ان انت معاه، لو رنلك وما رديتيش عليه هيتصل بيكي على موبايل. يلا نلحق الدكتور. فيها التليفون وفيها المحفظه. يا حبيبتي يلا. ماشي يا حبيبتي يلا بينا. يلا يا حبيبتي يلا يا روحي انا هنروح مشوار. يلا يا بنتي، وقفتي ليه؟ يلا هتاخدنا ميدان الحبشي، عارفه؟ عارفه يا فندم عارفه. انت اسمك ايه؟ عبد العزيز يا فندم. رشد اللي انا
لقيتي حاجه يا مها؟ مش لاقيه الا محفظتي. انا لقيت الموبايل. ايه طارق؟ لقيت حاجه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الهش اللي عندنا ده؟ دي حربيه. يعني دلوقتي لا مؤاخذه اديك 1,000,000 جنيه عشان تجيب لي كوكايين. تشارلي. تشارلي يا سيدي، وانا ما اعرفكش عمر اشوفك، ما تسلم وتستلم. معلش يا بابا انا اسفه، متزعلش. ما تزعلش ليه؟ هو الحق يزعل؟ انت حوشت العمر. بص يا راشد، بص يا راشد، انا بسافر اجيب الحاجه دي من مره مصر، فتمنها لازم يبقى معايا. انا في المره الواحده بجيب كيلو، والكيلو ده ثمنه 1,000,000 جنيه، ومكسبه قد ثمنها. وصلت؟ وصلت. بس انت كده كده بتسافر وكده كده بتجيب. هات يا عم الحاجه، ما اديتكش الفلوس ما تدينيش حاجه، اديتك الفلوس اديني حاجتي. عادي يعني. ماشي، انا كده كده هجيب الحاجه وهعرف اصرفها. ساعتها لو اتبقى باخدها. تمام. سلام. باي. بس بقول لك ايه، المره الجايه بقى غير الطقم ده. سلام. باي باي. باي باي. انت جبتيه منين؟ كيف بقى لما بيطلب. وبعدين بقى؟ بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما تكوني طلعتي لي من تحت الارض. بقالي شهرين ما وريش غيرك. انا بفكر لما كنتش عرفتك كان ممكن ايه اللي يحصل لي. انا عارفه ان انا مش هقعد معاك هنا كتير. انت عايزه تمشي؟ لا انا عايزه افضل معاك. معاكي حق، وانا نسيت اقول لك، بس انا هتجوزك. انا عايزه اعيش عندك وانت تؤمر وانا انفذ. لو تكدبي عليا وانا ايه اللي يخليني اكتب؟ يعني مفيش حاجه تستاهل تخليكي تكدبي؟ لا طبعا. ليالي ليالي ألم وتفرقوا الأحباب تفرقوا تفت بيه يا ندم يا ندم يا ندم لا ايه اخباركم يا رجاله؟ الحمد لله يا باشا، كله تمام. كله تمام يعني ها؟ كله تمام يا باشا. انت عادي مش كده؟ ايوه يا باشا. بيقولوا عليك بقيت قسطة كبير في وقت قليل. الحمد لله. وشغلك عاجب الناس في المعرض. الحمد لله.
الصنعة دي مهمة أوي، مفيدة بالنسبة لك، وشكلك كده حبيتها. الجدع عشان خاطر لما تخرج من هنا تفتح ورشة. حاضر يا باشا، حاضر. على فكرة مش كل المساجين بيعملوا زيك كده. كمل، وقريب أوي هتسمع مني خبر كويس. شد حيلك. إن شاء الله. تشكر يا باشا. شد حيلكم يا رجالة. شكرين يا باشا. شكرين يا باشا. ربنا يخليك فينا. عايزين الناس كده دايما تبقى مبسوطة بشغلكم في المعرض. شكرين يا باشا. ماشي؟ ان شاء الله يا باشا. يلا، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. سيفلي. ايه يا ندم يا ندم. ابني ضاع. انا مش هشوف ابني تاني. ربنا كبير يا حبيبي. بابا كلم كل اللي يعرفهم، وإن شاء الله هنلاقيها. ممكن تقولي ان ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ يا ابني ما بتتحسبش كده. امال بتتحسب ازاي؟ اهدى اهدى يا ابني، اهدى. ابويا فين؟ أنا هنا طارق، هنا حبيبي. ماله هاشف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن حد يقول لي أنا هعمل إيه دلوقتي؟ امسك نفسك يا حبيبي، ده قدر ربنا. عارف إنه قدر ربنا، بس هي عملت كده ليه؟ خلاص خلاص يا طارق يا حبيبي، اللي حصل حصل. أهم حاجة دلوقتي إن إحنا نفكر إزاي نلاقيها وإزاي نرجعها. هرجعه وآخد روحها قصاد اللي هي عملته فيا. طب اطلع ريح حبيبي فوق شوية. اهدى يا طارق، اهدى يا حبيبي، ما تعملش في نفسك كده. غلاوتك ما هيقدر يبالغ غير لما ارجعه. مش هنشوف شاهين تاني يا حاج، مش هشوف ابني تاني. هشوفه، هجيبها وهشوفه. هشوفه. رايح فين بس؟ رايح فين؟ سيبيه. استغفر الله العظيم يا رب. ربنا يصبر قلبك يا ابني، ربنا يصبر قلبك.
استر يا رب. في ايه؟ خبر اسود يا خبر اسود. ايه اللي حصل؟ يا خبر اسود. انت يا ست، يا بنتي، انت يا ست، في ايه؟ انت طلعتي لي منين بس يا ست؟ يا ست، يا خبر اسود يا بنتي. اعمل ايه ده؟ يا ست، يا ست، يا ست، طلعتي لي منين بس؟ ما ترد انت كمان ست. ايوه يا بهاء، انا عملت حادثه يا بهاء، عايزك تبعت لي عربيه اسعاف فورا. انا هعمل لك شير لوكيشن بس بسرعه يا بهاء والنبي. انت يا ست، يا ست، يا بنتي. احنا الدرينكين دول هنروح. ما عدناش بقالنا نص ساعة. مش قادر على الهبد ده. نروح البيت عندي نسمع مزيكا حلوة ونتكلم مع بعض براحتنا. هنتكلم في ايه؟ حاجات كتير. مثلا يعني شكل علاقتنا. مش فاهمة. أنا وإنتي لما بنبقى في مكان لوحدنا وبنقفل علينا الباب اوكي. بنبقى براحتنا خالص. انا كنت هفتكرك بتتكلم بجد. أنا فعلا بتكلم بجد. ما تنسيش إن في لوحة أنا شغال عليها بتاعتك ولازم تخلص. ايوه بس انا بتكسف. مفيش كده إيه؟ أنت عارفة إنك أنت أسفل واحدة أنا عرفتها في حياتي. لما بقعد قدامك وانا مش لابسه هدوم وانت قاعد بتتفرج عليا وانا ما بعملش حاجه وبترسمني يعني بتكسف. أنا على فكرة أنا برسم ما ببقاش شايف قدامي أصلا غير الريشة واللوحة والألوان. بعتبرك كده تكوين جميل، حاجة زي وردة كده جميلة. اللوحه دي بقى تخلص امتى؟ على حسب التكوين. اوكي. يلا 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 بسرعه يا ابني، يلا 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 بسرعه. بالراحه بالراحه بالراحه. يلا 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 يلا. انا هاجي وراكوا. ها ما تردش بليز. ما ينفعش ده مراد. ايوه مراد. مرقص. رقص ايه وزفت ايه؟ انا عملت حادثه وخبطت واحده بالعربيه. ايه؟ فين؟ انا عارف رايح منين يا مختار، مش عارف. طيب ما تقلقش ما تقلقش، انا هجيلك. طيب هتعمل ايه لو ماتت الوليه دي؟ ماتت ايه بس؟ ما انا اهو سايق ورا عربيه الاسعاف. اوكي سلام، انا جاي. طيب في ايه؟ مراد خبط واحده بالعربيه وحالتها خطر قوي، لازم نروح. طب هاجي معاك. لا بلاش، خليك احسن. سلام. انا قلقان من اللي اسمه ايهاب ده. وبعدين بقى معاك يا راشد، مسألة مش ناقصة قلق، بس هي خبطة تستاهل. بالعقل كده. خد الفلوس وهبق وما رجعش تاني، هنعمل ايه؟ ولا هنعرف نجيب. وانت مالك انت، هي فلوسك، فلوسي وانا اللي احكم فيه. لا والله،
ده على اساس ان انت اللي صدت كريم والعيال وخدتهم عشان يبيعوا لك، صح؟ لا انت بس ليك عمولتك. اصل الفلوس دي البضاعة اللي انا سرقتها من انسي. والحق يا حبيب الله يا جوز اختي. جوز اختك؟ والله انا كنت قربت انسى. مجرد كدمات في دراعها اليمين وجرح بسيط في دماغها بسبب انها وقعت عليها. طمنتني يا راجل، انا كنت مخضوض جدا. الحمد لله الحمد لله. عرفتوا توصلوا لاهلها؟ ما كانش معاها حاجه خالص ولا حتى محفظه. على فكره يا مراد، دي ام الطفل بيرضع، صدرها مليان لبن. اوه. انا سجلها باسم ايه دلوقتي يا مراد؟ سجلها باي اسم لحد ما تفوق يا بهاء. سجلها داليا نور مؤقتا. حاضر. شوف الصور دي يا طارق بيه، دي صور محروس مع مرتك لبنى من 2 دي ما اسمهاش لبنى، اسمها الحقيقة عسلية سعيد ثابت ومن بولاق. دي الوقعة اللي احنا وقعناها دي يا رب. دي هي اول لما شافتني اتكهربت، بس انا برضه غبي، كان لازم استناها وهي خارجه من العماره. وما استنيتهاش ليه؟ مش وقت. المهم انها خدت ابني، ما سابتش غير دول. لبنى عبد الرازق احمد المنياوي. هي سعادتك كان معاها بطاقة في اسكندرية باسم زينب أحمد محمد على إنها ساقطة قيد. زينب في اسكندريه ولبنى في المنيا. اكيد ضحكت على حد في اسكندريه وخلته يعمل لها بطاقه، زي ما ضحكت علينا هنا وخلتنا نعمل لها بطاقه على انها ساقطه قيد. الو. ايوه يا ابني، انا فوزي عدنان رئيس مباحث المنيا. خد الاشاره دي مني، في واحده ست معاها طفل صغير عنده سنه، يا ريت تبلغ كل الوحدات المباحث وابعت لك الصور بتاعتها. يعني انا كنت على حق، انا كنت على حق يا طارق، وانت اللي ما صدقتنيش. في مصيبه تاني. اللي هي ايه؟ الورق اللي انتوا عملتوه ده تزوير في اوراق رسميه، ويا ريت يا طارق بيه ما تجيبش سيرته في التحقيق نهائي. يعني ايه؟ يبقى قصدنا خير، نلبس جنايه. هقتلها، هاخد شاهين منها واقتلها. يعني طارق تعالى معايا يا مصطفى. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، وظروف فرح اختي. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشيكات اللي عايزه تتمدي وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، هحاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر تحت امرك. ماشي.
يا بهاء انا كويس. بعد ساعه؟ لا هجيلك بعد ساعه. طب قول لي الاول هي عامله ايه؟ طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجيلك. ها يلا باي باي. صباح الخير يا مستر مراد. صباح الخير. وريت حضرتك. تعالى معايا يا مصطفى. حاضر. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. ده انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، وظروف فرح اختي. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشيكات اللي عايزه تتمدي وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر تحت امرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعه؟ لا هجيلك بعد ساعه. طب قول لي الاول هي عامله ايه؟ طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجيلك. ها يلا باي باي. صباح الخير يا مستر مراد. صباح الخير. وريت حضرتك. ايه الاخبار يا بهاء؟ هتفوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد، هتبقى كويسه. هي شكلها بتفوق. هي مدروخه شويه بس. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامه. ايه اللي حصل؟ انا يا ستي اسف، انا خبطتك بالعربيه وبعدين اغمى عليكي فجبناكي المستشفى. بس الحمد لله يعني انت سليمه، في شويه كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع، دماغي. معلش عشان في كدمه جامده بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام انا بسالك على اسمك، انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقوله نسيتي اسمك؟
دماغي. راشد بيه. اهلا يا باشا. فتون ايهاب باشا اللي حكيت لك عنه. اهلا يا كابتن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا كنت عارف ان انت قلقان، دي اول مره تتعامل معايا، عشان كده جيت لك من المطار على طول. تسلم تعيش يا باشا. اتفضلي يا هاني. تشكر يا اخوي، ده كريم وش. افتحيها. خد. افتحيها من تحت. هات هات هات. خد يا راشد. احنا في كومباوند، انت هتفضحنا. ايوه صح صح. انا بقى كل سفريه ليا لازم اجيب هديه من دول لحبايبي. في كده يا باشا تعيش وتجيب لنا، ربنا يخليك لينا يا رب. يلا بس عشان السياح، يلا نطير. تعرف تركب من هنا ولا ايه؟ طبعا يا باشا طبعا. يلا تمام. قلت لك انا 10 ايام اهو بالظبط وجاب الحاجه. تسلم يا باشا. يلا ربنا يخليك. يلا سلام يا كابتن. يلا يلا يلا. الله اكبر يا اخوي. ايوه كابتن شيء وشويه. اقفل يا عم، مش عايزين فضايح. والله وهتلعب معانا يا بت. شوف يا طارق بيه، انا بعد ما روحت امبارح كلمني السيد مساعد وزير الداخليه وقال لي ان انزل اقابلك واشوفك عايز ايه. انا تحت امرك يا طارق بيه. انا بقالي 7 ساعات بلف من مكتب لمكتب، من مديريه لمديريه، ومفيش حاجه بتحصل. طارق بيه انا بقالي 2.5 سنين بنلف على الحكايه دي، من مديريات لاقسام لحواري، وبرضه مفيش حاجه بتحصل. انا ماليش دعوه بيك، انا طارق شاهين. بص يا باشا، انا ممكن اوصل لاي حد في البلد دي تتخيله او ما تتخيلوش، ممكن ادفع اي مبلغ بس البت دي تتجاب ويتقبض عليها. ايه ده يا طارق بيه، وركز في الكلام اللي انت بتقوله. انا مقدر ظروفك كويس وانا واقف معاك للاخر. الو. ايوه معالي الباشا. ايوه يا باشا تحت امرك. انا مقدر ظروفك. ايوه يا طارق بيه معايا. ابنك ان شاء الله هيرجع. حاضر معاليك، حاضر حاضر معاليك. صلى على ماشي كده. اتفضل معاليك. ده مساعد وزير الامن بيوصيني عليك يا طارق بيه. انت اكيد اب ومقدر ظروفي، ارجوك ساعدني. يا باشا البت دي لازم تتمسك، ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضه. شوف يا محروس، انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديريات الامن، بس الواضح ان انتوا وقعتوا مع نصابه محترفه، حتى جوزها عليه قضيه قتل. يا نهار اسود. عارف يا باشا. يا نهار اسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن تقومي معايا بالراحة؟ على مهلك، على مهلك. ها، تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع. صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه. ايوه اي حاجة هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع. يعني مثلا عندك ولد ولا بنت؟ هو انا انتوا عملتوا فيا ايه؟ حرام عليكم، انا عايزه امشي من هنا. لا لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي. اوعى مشوني من هنا. بليز بليز خليكي ما الحركة خطر عليكي دلوقتي. مشوني. دماغي. تعدي السنة دي وشوية الكوكايين دول ايه؟ هيبقوا 1 كيلو و2. اهدى على نفسك، انا كل اللي بتقوله ده ما يخصنيش. انا عايزه اعزل، وكل ما اقول لك تقول لي اصبري اصبري، انا زهقت. يا ولية زهقتي من ايه؟ لسه بقول لك عايزين نلم ايدينا وبتاع. طب انت عارفة ناقص تكة ونعوم في الملايين. ملايين ايه؟ انا عايزه شقه وهدوم وروشنه. يا ولية هتفرتكيهم.
ده القرش بيجيب قرش. لا يا اخويا، القرش بيجيب الهنا، البحبحه. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه شقه مش زي دي، شقه واسعه وعفش حلو، وغير الدهب الصيني ده البس دهب. انا بقى عايز شويه حاجات، انما ايه؟ انت ما تعوزش حاجه خالص. جرايه وليه بتكلميني كده ليه؟ انا شغال عندك. اسمع كلامي يا راجل، احنا مش عايزين نبقى زي الفيران اللي عايشين في جحر، عايزين نقب على وش الدنيا، نعيش مع الناس الكويسين، فاهم؟ ولما تقفش اتقفش؟ ما انت عمال خارج داخل خارج داخل، اتقفشت امتى؟ اللي بتعمله هنا اعمله هناك. ماشي، نبيع الحاجه وناخد فلوسها وبعد كده نبقى نتكلم. انا قاعده لك بقى لحد ما اشوف هتعمل ايه. هات الفلوس دي. خد. لا اله الا الله. الله يرحمك، الله يرحمك يا ام صباح. كانت ست طيبه وعلى نيتها، بس بقى عملت فينا فصل، الله يسامحها. هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا. الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. بس عارف يا صلاح، لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه، افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت. بس هو وجعه اكتر مني يا صلاح، عشان هي خلفت منه وخدت الواد. الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال. غارت. ايوه الحمد لله. بس الناس اللي هي ضحكت عليهم في المنيا دول تقال قوي. طارق ده مليونير، واحنا قاعدين معاه في مدير امن اتصل ووصى عليه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انها فجرة وقدرت تلف الراجل ده هو كمان. لا مش ده قصد الكلام. هي هربت منه ليه؟ لما عبد العزيز كشفها في المنيا، زي ما هربت من هنا لما كوثر كشفتها. يعني ايه؟ مش عرفني يعني ايه. اديني بتكلم معاك وخلاص يا صلاح. بس يعني لو هي غاوية سرقة هتقعد مع الراجل سنتين؟ هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه يا صلاح؟ ربك هو اللي اعلم بالقلوب. ربنا يسامحنا جميعا. اشرب اخلاق. تسلم. اشرب. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه حوار ان an open relationship ده؟ انا يعني؟ يمكن. انا بتكلم بجد. والله ما بهزرش. ايوه يعني ايه؟ يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي وساعات وساعات على غيري. بالظبط كده. ايه رأيك في اللوحة دي؟ حلوة. ده انت. شايفني حلوة قوي كده؟ كل الستات اللي تعرفهم بترسمهم؟ اللي بتعجبني. انت تعرف ستات غيري يا مختار؟ انزلي. انتوا ليه كل واحدة فيكم تخش عليا دخلت أنا لازم أأمنك؟
ايه يا مامك دي؟ يعني تحطيني في الحصاله بتاعتك. طب ما انا هحطك في الحصاله بتاعتي، طول ما انت معايا انت بتاعي. ماشي. ازيك بقى يا جميل؟ النهارده عامل ايه؟ لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش اي حاجه. ايه الدلع اللي انت فيه؟ وايه الخاتم ده بقى؟ حاولت اقلعهولك كتير وانت كنت رافضه تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟ ده حقيقي. يلا عشان ناكل بقى. لا ماليش نفس عشان خاطري. ليه بس كده ما تسمعي الكلام؟ مش ريحه الاكل، هاكل بعدين. قلعت بقى الخاتم ده. طب هجيب كريم وارجع تاني اقلع. وندهي لي الدكتور بقى. حاضر. اديني جيت لك اهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ مش عايزه تاكل؟ لا مش هينفع كده، انت خلاص هتخرجي من عندنا، لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجها يا بهاء؟ هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده، الجروح اللي عندها سطحيه وما ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده، هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. بس دي لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي، ده اثر الوقعه على دماغها، ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ ازيك يا عم رضوان؟ ازيك يا مختار؟ اخبار هيثم ايه؟ الحمد لله، بسلم عليك. سلم لي عليه. الله يسلمك، الله يسلمك. مش عايز حاجه؟ الله يسلمك، سلام طيب. مختار يا حبيبي، وحشتني. كمان وحشتيني. عامل ايه؟ وحشتني يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بقى عشان تاكل. هو انا كل ما اكلمك في التليفون اقول لك انا جاي تقعدي تملي السفره كده اكل؟ والله ببقى حامله همك في غيابك عني، واقول يا ترى كل امتى ولا ازاي. البلد كلها محلات اكل يا وهو ماما. اكل الشارع ده برضو اكل؟ يا سالم تعال اخوك وصل. هو هنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. مش عيب ما تسالش على اخوك الكبير؟ ازاي بقى؟ بسأل عنك طبعا، وعارف انك كويس بفضل الله، بالاماره انك كنت مشغول مع مراد بيه لان خبط واحده بالعربيه. صحيح هي عامله ايه؟ طب يلا نكمل بقى على السفره. مش عارف دراعها اتكسر بس هي كويسه دلوقتي. طب الحمد لله. مراد اللي كان ميت كده يا عيني. طبعا ما مسؤوليه. ناولني معلقه طيب. الله، انت بتحطي سكر في الاكل ولا ايه؟ ما هو انت لو بتقول انك جاي قبلها اعرف اظبطك. تيجي تتغدى بكره؟ مش اكيد. صحيح. امسكي دول. فلوس ايه ده يا مختار؟ 5000 جنيه. بتوع ايه دول يا ابني؟ فلوسك يا امي. ايوه بس انا قلت لامك ما تاخدش منك فلوس. نعم. تصرف عليها ليه لما انت عايش بربيت لوحدك؟ انا الحمد لله اقدر اصرف على البيت بنفسي. سالم، اوعى تكون فاكر انك كبرت عليا وهتمنعني ان انا ادي فلوس لامي. لا لا لا، هو ما يقصدش كده خالص، هو بس فرحان عشان مرتبه زاد وان هو يعني مش مخليني محتاجه حاجه. بس انا هفضل الكبير وبكسب قده 100 مره. ايوه بس انا فلوسي حلال يا مختار. اخلص قطع لسانك. اتجننت يالا؟ وانا بتاجر في المخدرات ولا بسرح نسوان؟ بتشرب خمره وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام. سالم، انت مالكش دعوه باي حاجه انا بعملها، انت فاهم؟ مش انت اللي هتحاسبني، واوعى تتدخل ما بيني وما بين امي، انت فاهم؟ كفايه ان انا سايبها عايشه معاك. كمل اكلك يا ابني، كمل اكلك. انا شبعت.
يومين يا مراد؟ يومين اكلمك ما تردش عليا؟ انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ افرض جرالي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه، اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك. مش محتاجين حاجه؟ شكرا تسلمي. قهوتك يا مراد بيه. خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ انا زعلانه منك. ما خلاص بقى يا ليلى ما تزعليش، ما انا قلت لك حقك عليا، انا بجد كنت مشغول. عذر اقبح من ذنب. مشغول عن اختك بايه يا مراد؟ عملت حادثه، خبطت واحده بالعربيه. اوه ماي جاد. وماتت؟ ماتت ايه؟ حرام عليكي يعني، مجرد كدمات بسيطه وخلاص. خلاص بسيطه، نو بروبلم يعني. المهم انا عايزه 5000 يورو عشان مسافره لباسانت روم، هقعد 3 شهور هناك و I need money urgently. حاضر، بكره هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا ليلى؟ ما انا قلت لك حاضر. انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي يعني، ما تديلها تعويض، تديلها قرشين، اي حاجه يعني. ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا، لغى اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا. حد يسيب كندا ويجي مصر؟ يجي يا ليلى، يجي عشان يشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا تاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول له اصل انا مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ انا مقطوع من شجره مثلا؟ مكتوب عليا اعيش لوحدي كده ماليش اي حد؟ ليه يا مراد بتقول كده؟ هو انا بسيبك خالص؟ امال انا قاعده معاك بعمل ايه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. انا مسافره بكره طيارتي، هقعد 3 شهور. سيو. انت مش عايزه اي حاجه؟ لا، تيجي بالسلامه ان شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. اوكي. حاضر. يلا حبيبي. ثانك يو. باي باي. باي باي حبيبتي. مالك؟ انا تمام. مش سامعة؟ انا تمام. مش باين يعني. زهقت من المكان ده. تعالي نخلص الدرينكس دي ونطلع على عندي في البيت. اوكي؟ ازيك يا مختار؟ وحشتني. ازيك يا فدوى؟ عامل ايه؟ تمام. ايه مفيش مرة تغلط وتكلمني؟ سوري، الفترة اللي فاتت يعني ملبوخ شوية. لا مش مصدقاك، ما تيجي ترقص معايا. انت ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ هو المفروض يجي يرقص معاكي ويسيبني يعني ولا ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا ده انت رخمة بقى. على فكرة هو اللي يقول لي اذا كان يرقص معايا ولا لا. مختار انت مش كنا عايزين نروح؟ يلا باي. باي. ذوقك جميل قوي. اهو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس، اسنديها لو سمحت. ألف سلام عليها. فردوس، داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا خلي أستاذ بالك مراد. منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها؟ في عينيا ما تقلقش. اتفضلي. أنا مهلك. لحظة كده بعد إذنكم. ساعة. كمان ساعة. لا في الطريق. أخليهم يستنوني يا ساعة. ماشي، يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي أنا مضطر أروح المكتب على الأقل ساعة، بس أوعدك مش هتأخر. يلا نورتي، اتفضلي. مع السلامة. خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها. انتي نورتينا. شكرا. على مهلك. مالك في ايه؟ ايدي بتوجعني. سلام عليكي. استني بس. ايه البيت ده؟
ما شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. هو انت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس، وممكن تقولي كمان يا دوسه. دوسه؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟ يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطه؟ اه البيت حلو جدا، ومستر مراد ده راجل جنتي جدا، وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبلي. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ اوضتي حلوه برضو كده؟ حلوه دي هتجنن. طب خليكي معايا عشان انا ممكن ازهق، انا ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا هنقعد نرغي مع بعض ونتكلم وناكل. دي هتنبسطي هنا. البيت حلو جدا يعني انت كمان، بس كله دي الاوضه بتاعتك. بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر، عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز، بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع كومباوند له الاولويه عند كل واحد فينا. مختار، انا عايزك تخلص ملف التسويق عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافه والامن والصيانه يا استاذ عبد الحميد عايزين نعودها تجهز اسرع من كده عشان نخلص يعني. امرك. اما انت بقى يا مروه، ايوه يا فندم، ده بالنسبه لك هيبقى اول مشروع كبير هتعمليه للشركه، فارجوكي عايز حاجات لطيفه مش تقليديه يعني، بره الصندوق زي ما بيقولوا. هحاول يا فندم. طيب احنا كده اجتماعنا خلص، الاسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث اي جديد. ماشي؟ شكرا، اتفضلوا. ما تمشيش يا مختار، انا عايزك. ها؟ حاضر. استاذ مختار، الشغل كله عطلان بسببك. بسببي انا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الرأي وكده. في الرأي بس؟ مختار، ها؟ انا عايزك. حاضر، بعدين. طب ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه مال؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا، انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى في ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش هيجي مختار. حاضر. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار، يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد، هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممه لازم تمشي فعلا؟ يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا ايمان. ميرسي يا مستر مختار، عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. يمين بعدي على حسابات، انا عملت لك مكافاه. الف شكر يا مستر مراد، مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى يا مراد؟ سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها؟